يا مسا الخيرات، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفه جديده وسهله وحلوه وهتعجبكم ان شاء الله، يحبوها اولادكم جدا. وكمان هتنفع معاكي جنب فراخ مثلا مشويه، اي اكله خفيفه ممكن تعمليها جنبيها هتنفع وتبقى جميله جدا. بالنسبه لاسم الاكله بتاعتنا او الوصفه بتاعتنا النهارده، اسمها رول السمبوسه باللحمه المفرومه. طبعا على راحتك، ممكن تسويها بالدجاج برضو على حسب ذوقك وعلى حسب الحاجه اللي انت بتحبيها انت واولادك. وهنبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء معانا بيكون البصل والفلفل برضو الألوان، ومعانا بالنسبة للبهارات خفيفة جدا، يعني حاجات بسيطة. أنا ابتديت أقطع البصل بتاعي في الكبة. كمية البصل اللي أنا استخدمتها 3 بصلات متوسطين، ولما نحط البصل في الكبة نفرمه فرمة بسيطة كأنه متقطع بالسكينة عشان ما ينزلش مية كتيرة. وبهاراتنا اللي هنستخدمها النهاردة في وصفتنا هي بتكون 5 فصوص توم مهروسين كويس جدا، بابريكا، بهارات مشكل، فلفل اسود، ملح، رشة من الكمون بسيطة جدا، وكل ده بيكون معلقة صغيرة من كل نوع، بس بنزود شوية في البابريكا. وبعدين بنقطع الفلفل كويس جدا مكعبات صغيرة. وهنا جهزت الطاسة بتاعتي وحطيت شوية من الزيت مع معلقتين من الزبدة، وسبتهم مع بعض لحد ما دابوا كويس جدا جدا. وبعدين نزلت بالبصلة وقلبتها كويس جدا، وسبت البصلة شوية لحد ما دبلت. وبعدين نزلت باللحمة المفرومة، عصقتها كويس جدا. وبعدين حطيت البهارات اللي كنا مجهزينها، قلبتها كويس. وبعدين حطيت الثوم، وبعدين حطيت الفلفل وقلبته مع اللحمة كويس جدا. وهنا كنت خلاص بدأت أجهز السمبوسة وأقطعها على نصين، وجهزت الصينية اللي هستخدمها، وحطيت زيت يعني شوية صغيرة مش كتير، عشان خاطر ما تلسقش فيها الوصفة بتاعتنا. وبدأت هنا ألف الرول بتاعنا كويس جدا. لازم ان انا اضغط على الرول وانا شغالة فيه، يعني ما خلوهش ان هو سايب، لازم اضغط على الرول كده زي صباع المحشي. وهنا كنت خلاص بجهز لصوص البشاميل. حطيت الحلة على النار وحطيت شوية من الزيت، وحطيت معاها يعني معلقتين من الزبدة، وسبتهم شوية يدوبوا مع بعض. بعدين ضفت 3 معالق كبار، يعني اللي هي معالق الأكل يعني، من الدقيق، ودوبتهم شوية مع الزبدة والزيت. سبتهم شوية كده اللون بتاعهم يتغير يستوي يعني الدقيق شوية على النار، وقلبته كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعدين نزلت بنص كيلو او اكتر يعني من اللبن، وفضلت اقلب كويس. لازم برضو ايدك تكون بالمضرب وانتي بتحطي اللبن، يكون يعني متساويين مع بعض. انتي بتحطي اللبن وفي نفس الوقت بتضربي بالمضرب. وهنا خلاص حسيت ان قوامه بقى مظبوط معايا. ضفت كوباية من كريمة الطبخ، وطبعا ابتديت ان انا اقلب تاني فيه كويس جدا برضو لحد ما احس ان خلاص قوامه بقى كده مظبوط معايا، لان انا لا عايزاه تقيل ولا عايزاه خفيف، يعني عايزاه مظبوط بالظبط كده. وبعدين رشيت شوية من الفلفل الاسود، وهضيف كمان مكعب من الدجاج. بس كده. وكنت مجهزة شوية من الجبنة عشان اضيفها مع صوص البشاميل، يعني شوية بتديها طعم حلو
ونفس الوقت بتخلي يعني بتخلي الصوص نفسه يمط شوية. فدي يعني خطوة برضو مهمة وحلوة يعني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقلب لحد ما الجبنة كلها تدوب، لان انا نسيت وما طلعتهاش على طول من الفريزر، كانت مفروض من قبلها كنت طلعتها يعني. خلاص كده وجهزت الصوص البشاميل بتاعي، وابتديت ان انا احطه على الرول اللي انا سويته بتاع السمبوسة، بوزعه كويس جدا. على فكرة بالنسبة للصوص ده بيكون على حسب الرغبة، يعني ايه، عايزاه كتير او عايزاه مثلا حبة بسيطة. يعني احنا بنحبه كتير بصراحة، تلاقي كده ايه وانت بتطلعي منها بتاكلي بتبظ من كل حتة بيبقى شكلها حلو طعمها اجمل. وهنا كمان انا سويت زبدة والجبنة كمان من فوق زي ما انتوا شايفين كده. دايما الزبدة دي انا بحطها بس كمان عشان بتحمر الوش وبتديله شكل حلو جدا، وكمان برضو طعمها بيكون حلو. طبعا بحط كده مكعبات من الزبدة في كل مكان يعني على قد ما بقدر، يعني بحاول ان انا اظبطها يعني مش جنب بعض، بس المهم ان انا بسويها يعني بس كده. وحطيتها في الفرن بالظبط 10 دقايق من تحت في الفرن او ربع ساعة بالكتير بس. وبتحطها من على الشواية شوية، يمكن ما بتكملش 5 دقايق خلاص وبتخلص، وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جميلة جدا جدا والله، وطعمها جميل شوفي يعني شايفة بتحسي كده انها بتبظ من كل حتة، يعني فيها كده حاجة جميلة يعني. يا رب تعجبكم وصفتي وتكون خفيفة وسهلة عليكم، وكمان يكون طعمها كويس، ده اهم شيء عندي. انا كنت خلاص انا بحاول ان انا اقدمها في الطبق. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة كمان عجبتكم، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. ولو واصلة معايا لحد اخر الفيديو يا ريت ما تنسينيش تعملي لي لايك واشتراك. سلام عليكم.